هو احنا كلنا للأسف بنسمع من الأحاديث الرسول اللي يمشي على هواه، أو بنجيب من القرآن اللي أنا عايزه والباقي ملوش لازمة. يعني الأخوات اللي هم بيقول لك حقوق الحيوان حقوق الحيوان، وامرأة دخلت الجنة عشان سقت كلب. امرأة، أيوة امرأة دخلت الجنة عشان سقت كلب، كان عطشان وسقته. اسقي كلب، ما قلناش حاجة. لكن مفيش حاجة اسمها أقتني كلب أو أربي كلب أو حرام إن هو يموت. لا، مش حرام إن هو يموت. الكلاب الضاله اللي في الشارع اللي عندنا دي تموت لانها بتاذي الناس. وانت ما سمعتيش حديث الرسول عليه الصلاه والسلام بما معناه ان الانسان اللي يقتني كلب لغير حراسه او صيد بينقص من ميزانه كل يوم قيراط؟ ما عداش عليك الحديث ده؟ ما عداش عليك الا ان امراه سقط كلب دخلت الجنه؟ طب واللي بيقتني كلب بينقص من كل يوم من ميزانه قيراط، ما سمعتوش؟ طب ان الكلاب دي لازم تموت لو هي ضاره، ما سمعتوش؟ ما سمعتيش بس الا اللي يحط ميه للكلب حرام ده كلب. طب واللي مرميين في الملاجئ ومش لاقيين حد ياكلهم، مفيش عندك حقوق حيوان؟ مش الا حقوق الحيوان الانسان؟ لا. واللي في دار المسنين ما تروح تديهم فلوس اولى من الكلب. ربنا قال ولقد كرمنا بني ادم، ما قالش ولقد كرمنا بني كلب. يتوب علينا ربنا.